بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين إيه يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. تعالوا نشوف غدانا ايه النهاردة مع بعض. هنعمل اكلة اكلة اخر الشهر، إيه اكلة غموس، اكلة امهاتنا، او يعني عيال كتير ما من اولادنا هتلاقيهم ما بيحبوهاش. تعالوا نسمي الله قبل ما نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا جبنا 3 بصلات كبار وفرمناهم وحطيناهم في الزيت دبلوا بس شويه. دي المقادير بتاعتنا: طماطم، فلفل، بصل، بيض، ده اول حاجه، وفصين كبار توم او 3 فصوص على قد اللي موجود، صغيرين يعني. جبنا هنا البصله بس خدلت معانا شويه، وجبنا البيض بحسب حريتك. انا كنت عامله هنا 7، جبت 7 بيضات، وما البصله خدلت حطيت البصل عليه. ربيت البيض الاول بفلفل اسمر، وبعد كده اما البصله دبلت وبردت، محطتهاش سخنه، بردت الاول وحطيت البصل عليه. بس والله طعمها، ريحتها اصلا كده ريحتها حلوه. ساعه ما تحط البصل بتدي ريحه حلوه. التوم بيدي نكهه جميله قوي فيه. 3 فصوص توم قطعناهم قطع صغيره. ومعانا هنا فلفل احمر، قرنين فلفل احمر، وقرنين اخضر، وقرن شطيطه. الشطيطه عايزه تحطيها، عايزه تشيليها انت ومزاجك. لو ما حدش عندك بيحب الحر شيليه. وجبنا الطماطم قطعناها برضك مكعبات صغيره، وبرضك حطيناها عليه، قلبناها. وكوبايه اللبن، ما تنساهاش كوبايه اللبن، هي دي اللي هنحط لها الدقيق اللي هيمسكها. ومعانا شبت وكزبرة، عندك شبت وكزبرة وبقدونس، حط نص من دي، نص من دي، نص من دي. مفيش، خدي شبت وكزبرة نص ونص وخلاص. انا كان اللي موجود هنا شبت وكزبرة، حطيت نص شبت ونص حزمة شبت ونص كزبرة اللي كان موجود. وقطعناه خرط ناعمة، تقطيع ناعمة عشان ما تبقى حلوة فيه. ومعانا هنا التوابل بتاعتنا: شطة، كزبرة، كمون. احنا حاطين الفلفل الاسمر في الاول مع البيض، وكمون. وهنحط برضو بتاع معلقه بابريكا، ونص معلقه صغيره 7 بهارات، بتدي لها طعم حلو وعطيلها ريحتها حلو. نص معلقه صغيره. والملح ما ننساهوش. حط ديت معلقه ونص من البيكنج باودر. الملح في الاخر بقى مندوق حدقه. ديت معلقه ونص بيكنج باودر. وهنقلبهم مع بعض. وهنجيب بقى الدقيق، ونحط لها مع الاول 3 معالق، ونقلبها ونشوف لو هي احتاجت معانا دقيق نحط، ما احتاجتش خلاص. بس ما تحطيش الدقيق كلته. هي خدت معايا من اول معلقة لغاية 5 أو 6 معالق، كل دقيق غير التاني. هنا حطيتهم بالتدريج. حطيت في الاول 3، وهلفها وهرجع تاني برضو اشوفها. برضو لسه معايا هنا هي القوام بتاعها لسه سايب. هحط لها برضو معلقه كمان عشان تمسك، ومعلقه بمعلقه لغايه ما تبقى معاكي قوامها حلو وماسكه وحلو. مش هنعملها برضو اللي هي ناشفه قوي ولا حاجه، لسه هي بنشوف المعلقه اللي انا لسه عاوزه حاطه ديت ربع معلقه معانا. وهنقلبها ونشوف. ما حطيتش الملح الا في الاخر عشان اشوف حدقها، الملح بتاعها يبقى مظبوط. ما حطلاش ملح في الاول وتبقى ملحها قليل واعتمد ان انا حطيت الملح وخلاص. لا، ما حطيتش الملح الا في الاخر. هنا برضو معلقه، هي دي كده 5 معالق من الدقيق حطيته كده. خلاص، هستكفى بال5 كده معايا حلوين.
عاوزة تزودي واحدة، عاوزة تنقصي، عاوزة تعمليها من غير لبن ومن غير حاجة، حلو. بس هي باللبن عشان تحطي لها دقيق. وهنا هي هدوقها معاكم برضك وهنشوفها. كانت هنا ما حطت لها اني معلقة ملح، معلقة مش صغيرة، وكده كانت حلوة عليها عشان ما تبقاش حادقة. نقلبها برضك وهي تنعم. هنجيب بقى هنا صينية وندهنها ايه، نقطة زيت. حطينا فيها الزيت ودهناها ايه، دهنا الصينية كلها بالجنوب بتاعتها. وهنا فضيتها معاكم اهيت، وهنحطها ايه في الفرن. هنولع من تحت إيه يسخن، وبعد ما يسخن هنقوم ايه حاطينها تحت في الارضية، على الارض، على الصاجة التحتانية بتاعة الفرن. حطيناها وما شاء الله والله جميلة زي احسن من الكيك. حطيناها اهيت، وكانت هنا معناها ايه فوق، وفاتحين الشواية بس افتح الشواية ووطي من فوق. الفرن والشواب والعيش مع بعض، تخلص من تحت، وقوم طلعها وقومي ايه محمرها من الوش. هنا معانا هي ما شاء الله كانت طلعت، والخلطة بخرطتها جميل. وعملنا معاها بطاطس شيبسي مخلل، عملنا بابا غنوج، عملنا طماطم مخللة وغمسنا بالعيش، وكانت حلوة بألف هنا اللي ياكل. وجربوها وقولوا ايه رأيكم، وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتعليقاتكم الحلوة اللي زيكم.